في عالم كمال الأجسام اللاعبين دايما بيلعبوا على حافة القدرات والقيود البيولوجية للبشر. اللعبة دي قاسية جدا لأنها الرياضة الوحيدة اللي بيكون فيها جسم الإنسان هو النحات وهو الأزميل وهو حتة الرخام اللي بتتنحت في نفس الوقت. لسنين طويلة اللعيبة دخلوا في سباق تسلح حقيقي هدفهم تضخيم الألياف العضلية لأقصى حد ممكن وتقليل الأنسجة الدهنية لأرقام بتعاند الفسيولوجيا، وكل ده عشان يوصلوا لمعايير جمالية شبه الأساطير القديم لكن جوه حدود جسم بشري لا يرحم. مع تطور الرياضة دي وتحديدا في فترة الانتقال من العصر الذهبي في السبعينات اللي كان بيركز على الجمال والتناسق لعصر الوحوش في التسعينات، معايير النجاح اتغيرت وبقت بتعتمد بالكامل على التطرف المخيف. المسرح بقى بيحكمه سؤالين بس: مين يقدر يعرض أكبر حجم وعمق عضلي، ومين يقدر يقف على المسرح بأقل نسبة دهون ممكنة. في رياضة بتتعرف بالتناقضات دي صعب جدا على أي رياضي إنه يكسر القاعدة ويخلق مقياس جديد تماما للتنشيف العضلي. الفروق بين المركز الاول والاخير بقت بتتقاس بالمليمترات من سمك الجلد ومدى وضوح العضلات تحت اضاءة المسرح القاسية. وهنا بيظهر بطل قصتنا النهارده، البطل النمساوي اندرياس مونزير، الراجل اللي قدر فعلا يحقق النقلة دي. مونزير كسب مكانة اسطورية مظلمة ومأساوية كأكتر لاعب ناشف في تاريخ رياضة كمال الاجسام كلها. الراجل ده ما كانش مجرد منافس قدر يوصل لنسبة دهون قليلة، ده كان شذوذ عن البيولوجيا البشرية. الحكام واللعيبه والمراقبين كانوا بيوصفوه انه عباره عن خريطه تشريحيه حيه وعضلاتها بتتحرك. جسمه كان فيه تفاصيل مرعبه، خطوط عضليه عميقه وشبكه اورده متشعبه بترسم كل ليفه عضليه تحت جلده الرقيق جدا. لكن بلاش نضحك على بعض، السعي الاعمى ده ورا التنشيف المثالي كان ليه ضريبه فسيولوجيه جسمه ما قدرش يدفعها، على عكس معظم زمايله اللي كانوا بيعملوا فتره اوف سيزون محترمه عشان يريحوا جسمهم شويه ويزودوا اكلهم ويقللوا المواد اللي بياخدوها ويدوا فرصة لجسمهم يخزن شوية دهون عشان تحميه. منذر كان بيفضل ناشف وجاهز للبطولات تقريبا طول أيام السنة. الالتزام الانتحاري ده بالحفاظ على نسبة دهون قليلة جدا تقترب أو تقل عن 3% عن طريق الاستخدام المزمن والمستمر للهرمونات البنائية والمنشطات القاسية ومدرات البول الدوائية العنيفة كان في النهاية هو طريق الموت. قصة أندرياس مونزير هي قصة انضباط مرعب، دافع نفسي مأساوي، وانهيار طبي كارثي. منذر كان شخص انطوائي جدا، محركه الوحيد هو حلمه انه يحفر اسمه جنب اساطير اللعبه. يلا بينا نحكي قصه اندرياس مونزير. عشان نفهم العقلية اللي خلت أندرياس مونزير يوصل للمستوى المرعب ده من الطموح لازم نبص على جذوره الجغرافية والثقافية. مستحيل نفصل الاتنين عن بعض. الرغبة في بناء جسم عضلي ضخم ما كانتش حاجة غريبة في أواخر القرن العشرين، خصوصا بعد الانفجار اللي حصل في صناعة الفتنس بسبب الفيلم الوثائقي بامبينج ايرون سنة 1977. لكن مونزير كان عنده ارتباط شخصي وجغرافي عميق جدا بأكبر أيقونة في تاريخ اللعبة، وده اللي غذى هوسه بالكمال. أندرياس اتولد في 25 أكتوبر سنة 1964 في منطقة هادية وجميلة اسمها باك في النمسا، والمكان ده بيبعد أقل من 30 ميل عن بلدة تال. البلدة دي هي مسقط رأس الأسطورة أرنولد، الراجل اللي حط كمال الأجسام على الخريطة العالمية لوحده تقريبا. القرب الجغرافي ده خلق رابطة نفسية قوية جدا في عقل منذر وهو صغير. أرنولد كان هو قصة النجاح النمساوية الأعظم، البطل المحلي اللي غزا العالم بجسمه والكاريزما بتاعته وقوة إرادته الجبارة. منذر كان بيعشق ابن بلده وبنى حياته كلها على هدف واحد، انه يقلده، وممكن في يوم من الايام يقف كتف بكتف مع بطل طفولته. عشان يقدر يوصل لمستوى قدوته منذر كرس حياته لنحت جسم بيجمع بين الحجم العضلي الضخم جدا ومستوى تنشيف سريالي لم يسبق له مثيل. التركيبة دي بالذات هي اللي أرنولد نفسه أشاد بيها علنا بعد سنين في بطولة أرنولد كلاسيك سنة 1996 لما قال إن نادرا جدا تشوف التوازن المثالي ده بين الحجم الضخم والتنشيف العميق في لاعب واحد. في عز فترة منافسته في أواخر الثمانينات والتسعينات منذر قدم مقاسات مرعبة على المسرح وبكثافة عضلية بتتحدى كل نماذج الفسيولوجيا الطبيعية. خلينا نبص على لغة الأرقام. طوله كان 1.70 متر ووزنه في البطولات كان بيتراوح بين 106 ل 111 كيلو. محيط الصدر كان 132 سم ومحيط الدراع كان 53 سم. النسبة المتطرفة بين وزنه وطوله بتأكد إننا قدام تضخم عضلي هيكلي عميق ومرعب جدا. ولما كان عمره 25 سنة بس صدم عالم المحترفين لما أخذ المركز الثالث في بطولة أرنولد كلاسيك سنة 1990، ودي كانت تاني بطولة للمحترفين يشارك فيها. وبكده
اثبت نفسه كقوه مرعبه ومسيطره على المسرح، رغم انه عمره ما اخذ المركز الاول في بطولات الفئه الاولى، لكن استمراريته في بطولات قويه جدا كانت بتفرض احترام الجميع. الراجل دخل ضمن اول 6 مراكز في بطوله ارنولد كلاسيك العريقه 4 مرات، واحسن مستوى ليه على الاطلاق كان سنه 1995 لما اخذ المركز الرابع، وشارك في بطولات مستر اولمبيا وبطولات تانية كبيره في اوروبا كتير جدا. تاريخه التنافسي بيكشف عن جدول ما بيرحمش، جدول ما فيهوش مساحه لراحته ولا لاستشفاء جسمه. طول فتره اوائل ومنتصف التسعينات منذر كان حجر اساس في بطولات الاتحاد الدولي لكمال الاجسام الاي اف بي بي، من المركز ال 13 في مستر اولمبيا سنه 1989 للمركز الثالث في ارنولد كلاسيك 1990، والمركز الثاني في بطوله نايت اوف تشامبيونز او ليله الابطال سنه 1993، لحد المركز السادس في بطوله ارنولد كلاسيك، والمركز السابع في سان خوسيه برو سنه 1996. الجدول ده بيوضح ازاي الراجل ده كان بيعصر جسمه من بطوله لبطوله لحد الشهر اللي مات فيه. المنظر المرعب لجسم منذر والكتلة العضلية الكثيفة جدا اللي كانت ظاهرة بوضوح بسبب تنشيف الخريطة التشريحية ما كانتش مجرد نتيجة جينات خارقة أو منشطات وخلاص. العضلات دي اتصبت في الجيم من خلال فلسفة تدريبية بتوصل لدرجة تعذيب النفس. منهجيته البيوميكانيكية ما كانتش بتقبل التنازل، كانت مبنية على الحجم التدريبي العالي جدا والأوزان التقيلة وضغط نفسي مستمر بيتخطى الحدود البيولوجية للفشل العضلي. منذر كان مؤمن بشراسة بنظام الدبل سبليت، يعني كان بيمرن جسمه بقسوة 6 ايام في الاسبوع وبيعمل كذا حصة تدريبية صعبة جدا في اليوم الواحد. فلسفته كانت بتقول ان عشان تبني عضلة من جوه الجسم لحد سطح الجلد لازم اللاعب يفضل يضغط بعد حاجز الألم ويستمر على النظام ده لسنين طويلة من غير اي انحراف. منذر كان بيعتمد على تمرين باسلوب البامب وبحجم عالي جدا مع اوزان متوسطة الى تقيل، وكان بيعتبر الفشل العضلي مجرد نقطة بداية للمجموعة مش نهايتها. تطور الجزء السفلي من جسمه مثلا وتحديدا عضلات الكوادز بقت هي العلامه التجاريه بتاعته في عالم كمال الاجسام. يعني لما كان بيشد عضلات رجله تحت اضاءه المسرح كانت بتبان متقطعه بشكل مرعب، شبكه من الخطوط العرضيه العميقه اللي بتخلي اي حد بيتفرج ان هو ينبهر، لكن دي ما كانتش منحه جينيه اتولد بيها. في بدايه مسيرته التنافسيه تقريبا بعد 2 سنين بس من بدايته منذر لاحظ ان رجله نقطه ضعف واضحه بتهدد التناسق العام لجسمه، وعشان يصلح الخلل ده قطع رجله لوابل من تمارين المقاومه عاليه الكثافه. في ايام تمرين الرجل ما كانش في حاجه اسمها مجاميع دلع ولا مجاميع تسخين من غير هدف واضح، كل حركه كانت عباره عن هجوم شامل على جهازه العصبي المركزي وعضلاته. وحتى تمارين العزل زي الليج اكستنشن مثلا كانت بتتلعب باوزان تقيله وهجوم كاسح على حاجز الالم. جدول تمرين الرجلين بتاعه كان بيضم تقريبا كل التمارين المتاحه للعضلات دي، وكلها بتتلعب بحجم سحق وكثافه وحشيه. كان بيلعب سكوات بالبار وسكوات على جهاز الهاك وليج اكستنشن وطعنات او لانجز وتمرين خلفيات الرجل وهو نايم وهو قاعد وهو واقف، وكان بيلعب 4 مجاميع لكل تمرين وبعدد تكرارات من 8 ل 12 عد. الكارثه الحقيقيه كانت في طريقه التنفيذ، كان بيستخدم عدات اجباريه او فورسد ريبيتيشنز من 3 ل 4 عدات بعد الفشل العضلي المطلق، وده بمساعده شريك التمرين عشان يزود من التمزقات العضليه الدقيقه او المايكرو تروما لاقصى حد ممكن. الاسلوب الوحشي ده كان بيجبر الجهاز العصبي المركزي انه يدخل في حاله استنفار دائم او هايبر اراوزل، وبالتبعيه كان بيحتاج دعم سعرات حراريه ودعم كيميائي ضخم جدا عشان يقدر ان هو يستشفي. لما الياف العضلات بتندفع باستمرار للفشل وما بعد الفشل بعدات اجباريه، التمزق الدقيق ده بيعمل استجابه التهابيه ضخمه جدا، وعشان الجسم يصلح الانسجه دي ويبني الياف جديده بيحتاج مغذيات بالهبل. لكن منذر ضاعف الضغط البدني ده بالتزامه بنظام غذائي صارم وقاسي جدا كل يوم في السنه. في لقاءاته قال انه كان بياكل انظف انواع الاكل بس، يعني ما كانش بيعك اطلاقا، واللي كان عباره عن يا اما رز مسلوق، بطاطس مشويه، صدور رومي مخليه، وما كانش بيسمح لنفسه ابدا باي حاجه اقل قسوه من كده. وكان بيقول انه دايما بيتمرن بقوه طول ايام السنه بدون فترات انقطاع اطلاقا. المزيج ده من التمرين المهلك عالي الحجم طول السنه مع عجز السعرات الحراريه القاتل ادى لنضج عضلي عميق وتقطيعات ملهاش مثيل. لكن النظام ده برضه ضمن ان جسمه كان شغال دايما على حافه المجاعه والارهاق النظامي الشامل. التكلفه النفسيه لاسلوب الحياه ده مستحيل نستخف بيها، ملل الدايت، عزلته في التمرين، والالم الجسدي المستمر كانوا بيحتاجوا انضباط زاهد فصلوا تماما عن اي تجربه انسانيه طبيعيه.
طبعا بسبب اسلوب الحياه الغير ادمي اللي كان عايشه منذر، وطبعا وللاسف ده ادى الى وفاته في سن صغير. بس عشان نستوعب الاليات الدقيقه اللي ادت لموت اندرياس منذر الحتمي لازم نشرح التاثير الفسيولوجي العنيف للحفاظ على نسبه دهون تقترب من الصفر. في العادي الناس بتبص لدهون الجسم من زاويه جماليه بس، على انها وزن زايد لازم ان احنا نخسره، لكن من وجهه نظر اكلينيكيه وبيولوجيه الانسجه الدهنيه دي عنصر نشط وحيوي جدا في بيولوجيا الانسان. الجسم بيخزن الدهون في مكانين اساسيين، الدهون اللي تحت الجلد ودي بتبقى تحت السطح على طول، والدهون الحشويه ودي بتتخزن في اعماق تجويف البطن وبتحيط الاعضاء الداخليه وبتحميها. في الاشخاص الاصحاء الاغلبيه العظمى من الدهون، يعني نقدر نقول 80%، بتتخزن تحت الجلد، ودي بتوفر عزل حراري ومخزون طاقه قوي وحمايه ميكانيكيه ضروريه ضد اي صدمات خارجيه. اما الدهون الحشويه فبالرغم انها خطيره جدا لو زادت عن الحد وبتعمل سمنه ومتلازمه التمثيل الغذائي، لكنها بتلعب دور هيكلي حيوي في مستوياتها الطبيعيه. الدهون دي بتشتغل كمخده تشريحيه ضروريه للاعضاء الحيويه، بتبطن وتحمي القلب والكبد والكلى والبنكرياس والامعاء وكمان المراره. زائد ان الانسجه الدهنيه دي مش مجرد شحم متخزن ملوش لازمه، ده عضو غدد صماء معقد وديناميكي جدا. جوه مصفوف الدهون الجسم بتعيش خلايا عصبيه حيويه وخلايا مناعيه وانسجه ضامه. الخلايا الدهنيه دي مسؤوله عن افراز هرمونات حرجه جدا زي الليبتين والاديبونكتين اللي بينظموا عمليه التمثيل الغذائي والشهيه بشكل دقيق جدا. كمان بتفرز سيتوكونات بتاثر على حساسيه الانسولين، وبتبني انزيمات بتدخل بشكل اساسي في وظائف المناعه، وبتصنع هرمونات الاستيرويد الداخليه في الجسم. الدهون الاساسيه دي ضروريه لعمليه الايض، وبتحافظ على حراره الجسم، وبتضمن وجود احتياطي طاقه يمنع هدم العضلات، وبتحمي الانسجه الغنيه بالدهون في الجهاز العصبي المركزي ونخاع العظم والاعضاء الداخليه ميكانيكيا. منذر بسبب الدايت القاسي والتمارين المهلكه وكميات الادويه المهوله جرد جسمه تماما من كل الدهون تحت الجلد والدهون الحشويه. الاخبار بعد كده وصفته بدقه انه الراجل اللي مات بدهون تقترب من الصفر. الوضع ده خلق بيئه داخليه كارثيه. من غير الدهون الحشويه اعضائه الداخليه بقت مكشوفه تماما ومحرومه من اي حمايه ضد الضغط الميكانيكي الناتج عن شيل الاوزان الثقيله والضغط الكيميائي الناتج عن الادويه. الكلى بتاعته على سبيل المثال بقت عايمه جوه جسمه من غير المراسي الدهنيه الطبيعيه بتاعتها، وده خلاها عرضه للتلف الشديد. ومن غير الدهون اللي تحت الجلد جسمه فقد قدرته على تنظيم الحراره بكفاءه، واتجرد من اشارات الغدد الصماء الاساسيه. اعضاؤه اجبرت انها تشتغل في حاله صدمه دائمه، محرومه من احتياطات الطاقه والهياكل الدهنيه الضروريه للحفاظ على سلامه الخلايا واداء الوظائف الفسيولوجيه الاساسيه. بس قبل ما نكمل، لو الفيديو عجبكم لحد دلوقتي وحابين ان نكمل في سلسله تاريخ كمال الاجسام، ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك وشير للفيديو مع صحابك، وتكتب لي كومنت تحت، لان حقيقي تعليقاتكم هي الحاجه اللي بتخليني استمر في تقديم المحتوى. ولو حابب تدعم القناه وتشارك في لايفات مخصصه للداعمين فقط، تقدر تعمل ده من خلال زرار جوين او انضم اللي موجود تحت الفيديو، او من خلال اللينك اللي موجود في صندوق الوصف. وحابب افكركم ان بطلع لايف هنا على قناه اليوتيوب كل يوم حد الساعه 10 مساء بتوقيت مصر. وحابب اشكر جدا داعمين القناه لحد دلوقتي، شكرا جدا ليك. يلا بينا نكمل الفيديو. المنظر الجمالي المتطرف اللي وصله منذر واللي لم يسبق له مثيل كان مستحيل بيولوجيا يوصل له او يحافظ عليه بشيل الحديد والدايت القاسي لوحدهم. عشان يقدر يحافظ على اكتر من 106 كيلو من العضلات المخططه بعمق على هيكل طوله متر و70 سنتي وبنسبه دهون تقترب من الصفر، الراجل ده دخل في نظام ضخم ومتعدد المركبات من المحسنات الدوائيه. حول جهاز الغدد الصماء بتاعه لمعمل كيمياء متفجر. في السنين اللي بعد موته المؤرخين ودكاترة الأبحاث وزمايله في اللعبة حاولوا كتير يوصلوا لسايكل الاسترويد الموثق بتاعه بدقة، سايكل بيوضح المركبات بالظبط والجرعات بالمايكروجرام أو بالملي جرام والمدد الزمنية لتحضيراته لبطولات مستر أولمبيا وأرنولد كلاسيك. لكن المذكرات التفصيلية دي عمرها ما اتنشرت رسميا في تقرير التشريح بتاعه ولا موجودة في أي أدبيات طبية موثقة. الجرعات الدقيقة لسه مخفية عن المجتمع الطبي، وده طبيعي بسبب طبيعة السوق السوداء للمنشطات في التسعينات. بالرغم
بالرغم من ده تحليل السموم اللي اتعمل بعد الوفاة مع الفهم الجنائي لبروتوكولات كمال الأجسام للمحترفين في التسعينات بيرسم لنا صورة حية ومرعبة لكمية الأدوية اللي كان بياخدها. تقرير التشريح الرسمي كشف عن وجود بقايا ل20 عقار مختلف كانوا بيلفوا في دمه وقت وفاته. الأدوية دي بتنتمي لفئات دوائية قوية جدا ومختلفة. أولا الاسترويدات البنائية. منذر استخدم جرعات عالية جدا وخطيرة جدا من المنشطات عشان يحافظ على كتلته العضلية ضد التأثير الهجومي العنيف للدايت اللي سعراته دايما قليلة. ورغم ان اسماء الشركات ما اتذكرتش في تقرير التشريح، لكن الممارسات القياسية في العصر بتاعه كانت بتعتمد بكثافة على الاندروجينات اللي زي التستوستيرون اللونج استر مثلا والناندرولون ديكانويت والترمبلون، وده طبعا عشان يحافظ على احتباس النيتروجين. والاهم من كده ان اللعيبة اللي كانوا بيدوروا على المنظر الناشف والمتحجر جدا كانوا بيعتمدوا بجرعات عالية جدا على الاسترويدات الفموية اللي من النوع C17 الفا الكاليتد زي الونسترول والهيلوتستين مثلا. التلف الهيكلي العميق واللي مالوش علاج اللي اكتشفوه بعدين في الكبد بتاعه هو علامة اكلينيكية نموذجية للتعرض المزمن والشديد للاندروجينات الفموية السامة للكبد جدا. تاني حاجة وهي المحفزات وحوارق الدهون ومسرعات الأيض. عشان يقدر ينزل بدهونه ناحية الصفر، منذر ضاف عوامل تنشيف وحوارق دهون قوية جدا للبروتوكول بتاعه قبل البطولات. الدكاترة الشرعيين لقوا في جسمه آثار لسمية حادة غالبا كانت بسبب المحفزات القوية دي. المواد دي اللي غالبا بتكون محاكيات ودية زي الكليمبيوترول او الافيدرين كانت بترفع معدل الايض الاساسي بتاعه بالعافية، بتقمع شهيته وبتجبر جسمه انه يحرق الكام جرام اللي باقي من انسجته الدهنية. التسريع الكيميائي المستمر ده بيلغي ميكانيزمات الدفاع الطبيعية بتاعة الجسم ضد المجاعة، وبيجبر القلب والاوعية الدموية انهم يشتغلوا بايقاع مرتفع وخطر جدا طول الوقت. اما الكارثة الاكبر والمحفز القاتل الفوري فكانت بروتوكولات مدرات البول. اشرس واخطر مكون في التركيبه الكيميائيه المنذر كان استخدامه العنيف لمدرات البول الدوائيه. في الايام والساعات الاخيره قبل الطلوع على المسرح اللعيبه بيستخدموا مدرات البول عشان يطردوا الميه اللي بره الخلايا، وده بيخلي الجلد يلزق تماما على العضله زي ورقه السلوفان كده ويوضح اقصى درجات التقطيع. التشريح اكد ان منذر استخدم كميات كبيره من مدرات البول الموفره للبوتاسيوم اللي هي مدرات البول الدوائيه اللي بتشتغل مباشره على الكلى عشان تغير معدل اخراج الميه والالكترولايتس الاساسيه، في حين ان مدرات البول العرويه زي اللازكس مثلا بتجبر الكلى على الاخراج السريع للصوديوم والبوتاسيوم مع كميات كبيره من الميه. مدرات البول الموفره للبوتاسيوم زي السبايرونالاكتون او اللي معروف باسم الدكتون بتقفل عمل الالدوسترون، وده بيمنع الجسم من اخراج البوتاسيوم في الوقت اللي بيطرد فيه الميه. ولان منذر استخدم جرعات ضخمه وخطيره جدا من الادويه الموفره للبوتاسيوم دي عشان يوصل لتنشيفه الاسطوري، فهو بدون قصد حبس مستويات سامه من البوتاسيوم جوه مجرى الدم. هو ما كانش قادر ان هو يطردها. البوتاسيوم هو الالكترولايت الاساسي جوه الخلايا المسؤول عن تنظيم التوصيل الكهربائي في عضله القلب، ولما مستويات البوتاسيوم في الدم بترتفع جدا حاله اكلينيكيه اسمها فرط البوتاسيوم او هايبركاليميا، النبض الكهربائي للقلب بيتدمر تماما. الحاله دي بتغير جهد الغشاء اثناء الراحه لخلايا القلب، وده بيؤدي لعدم انتظام في ضربات القلب وفي النهايه السكته القلبيه. الطبيب الشرعي لقى ان الالكترولايتس في جسم منذر كانت خارج نطاق السيطره تماما كنتيجه مباشره للتلاعب العنيف في السوائل دي. النتيجة الكارثية لسنين من الانتهاك الفسيولوجي حصلت في خط زمني سريع جدا ومدمر في شهر مارس سنة 1996. جسم منذر كان بقاله فترة بيبعت له علامات تحذيرية عميقة ومؤلمة جدا. الراجل كان بيعاني من آلام مبرحة في معدته لشهور طويلة قبل موسم بطولات الربيع. الاستخدام المزمن للاسترويدات الفموية مع ضغط التمارين العنيفة وغالبا استخدامه لأدوية مضادة للالتهابات غير استرويدية عشان يسكن آلام مفاصله المستمرة، كل ده دمر بطانة معدته تماما. لكن بسبب دفعه النفسي القهري للمنافسة والنجاح والوقوف جنب قدوته قرر ان هو يكمل. كتم الألم وضاعف كمية الأدوية عشان يوصل لأقصى فورمة للبطولات. في أوائل مارس 1996 منذر وصل أوهايو عشان ينافس في أرنولد كلاسيك، وبالرغم من صحته الداخلية اللي بتنهار قدر يقدم تنشيفه المرعب المعتاد وأخذ المركز السادس وسط تشكيلة منافسين مرعبة. وفي البطولة دي أخذ فرصته أخيرا انه يقابل قدوة طفولته
بطولته ارنولد شوارزنيجر ويتكلم معاه، ودي كانت لحظه تحقيق حلم عمره قبل ايام بس من موته. وبدل ما يرتاح ويشرب ميه ويروح للدكتور بعد الارهاق القاتل في ارنولد كلاسيك، منذر سافر فورا عشان ينافس في بطوله سان خوسيه برو اللي كانت بعدها باسبوع واحد بس، واخد فيها المركز السابع. اللعب في بطولتين محترفين ورا بعض بيطلب من اللاعب انه يفضل في حاله جفاف عميقه وتلاعب كيميائي لفتره طويله وغير طبيعيه بالمره. الاستخدام المستمر لمدرات البول والمحفزات والمنع الصارم للميه عشان يحافظ على شكله الناشف زق اعضائه المرهقه والهشه اصلا لخط اللا عوده البيولوجي. بعد ما خلصت بطوله سان خوسيه، منذر ركب الطياره عشان يرجع ميونخ في المانيا، وخلال الساعات الطويله في الجو التكلفه البدنيه لاسلوب حياته وصلت للحد الحرج والقاتل. الطيران بيعرض الجسم لانخفاض ضغط الكابينه وهواء جاف ومعاد تدويره، وبالنسبه للشخص الطبيعي ده بيعمل جفاف خفيف، لكن بالنسبه لمنذر اللي جسمه كان بيعاني من جفاف شديد اصلا ولزوجه دمه كانت غالبا عاليه جدا بسبب ارتفاع الهيماتوكريت من استخدام الاندروجينز وتوازن الالكترولايتس عنده مضروب بسبب مدرات البول، رحله الطيران ضعفت الدمار الداخلي بشكل اسي. بدا يحس بوجع معده رهيب بيقطعه من جوه ونزيف داخلي حاد بعد ما بطانه معدته المدمره بدات ان هي تنزل. اول ما وصل ميونخ حالته اتدهورت بسرعه مرعبه. اخر 48 ساعه في حياته هي توضيح اكلينيكي كئيب لنظام بيولوجي بينهار بالكامل وبلا رجعه. في صباح يوم 12 مارس 1996 منذر ما قدرش يستحمل الم المعده اللي بيمزقه ودخل المستشفى للطوارئ، وبالليل الساعه 7 الاشعه والتحاليل كشفوا عن نزيف حاد ونشط ومش راضي يقف جاي من معدته. فريق الجراحه اخذ قرار طوارئ بالتدخل الفوري. بالليل بعد الجراحه العمليه الجراحيه نفسها خلصت فنيا، لكن الصدمه الفسيولوجيه العنيفه للعمليه كانت هي القطره اللي افاضت الكاس. الجراحه مع حاله الجفاف العميقه وفقدان الدم الضخم والبيئه الداخليه السامه جدا كيميائيا، كل ده ادى لانهيار نظامي شامل. بعد التدخل الجراحي بوقت قصير الكبد والكلى بتوعه اللي كانوا اصلا واصلين لحافه الفشل بسبب سنين من تعاطي الاستيرويدات ومدرات البول توقفوا عن العمل تماما. يوم 13 مارس منذر كان في العنايه المركزه وجسمه بيستسلم لفشل متعدد في الاعضاء. الكبد ما بقاش قادر انه يعالج او ينظف السموم، والكلى ما بقتش قادره ان هي تفلتر الدم وتنظم السوائل والالكترولايتس، والبيئه الداخليه بقت سامه لدرجه قاتله وفي وقت قصير جدا. مع استمرار النزيف الداخلي الدكاتره فكروا ان هم ينقلوا له دم عشان يستقر، لكن حالته الفسيولوجيه العامه كانت اسوأ واضعف من ان هي تستحمل. جهاز القلب والاوعيه الدمويه بتاعه اللي بينهار اصلا ما كانش هيستحمل الاجهاد الديناميكي الدموي لعمليه نقل الدم. وفي صباح يوم 14 مارس 1996 اندرياس منذر صاحب انشف واعنف جسم في تاريخ كمال الاجسام اتعلن وفاته وهو عنده 31 سنه بس. السبب الاكلينيكي المباشر للوفاه اتسجل في شهاده الوفاه كفشل متعدد في الاعضاء بسبب نزيف داخلي حاد. الكبد والكلى المتدمرين والمسمومين اصلا ما قدروش يتعاملوا معاه نهائيا، ولما اتعمل تقرير التشريح النتيجه كانت مرعبه فعلا ووثقت مستوى دمار شامل في الاعضاء الدكاتره الشرعيين نادرا ما بيشوفوه في راجل عنده 31 سنه. التقرير ما كانش مجرد مستند طبي، ده كان جرد تراجيدي وكئيب للتكلفه البدنيه العنيفه للاساءه الكيميائيه والجسديه في لعبه كمال الاجسام للمحترفين. الدكاتره لاحظوا في الاول شكله الخارجي جسم عضلي جدا مع غياب شبه كامل وتام للدهون اللي تحت الجلد، لكن التشريح العميق لتجاويف جسمه هو اللي كشف الرعب الحقيقي لاسلوبه. الكبد الطبيعي الراجل بالغ وزنه حوالي 2 كيلو، كبد منذر تضخم ووصل لتقريبا 3 كيلو. العضو ده اتدمر تماما بسبب البلع اليومي والمزمن لادويه السامه للكبد. التشريح كشف ان الكبد كان مليان اورام كتير بحجم كره البينج بونج. الحاله دي بتشير بشده لمرض اسمه بليوسيس هيباتس او اورام الكبد الغديه الشديده، ودي عباره عن اكياس مليانه دم واورام حميده مرتبطه ارتباط مباشر ولا يمكن فصله عن الاستخدام الطويل للاستيرويدات الاندروجينيه الفمويه وبالاخص سي 17 الفا الكاليت. الاسوأ ان السلامه الهيكليه الاساسيه للكبد اتدمرت تماما. الدكاتره وصفوا نص الكبد انه بقى عباره عن كتله متفتته وشبهوا الملمس بالبوليسترين او البلاستيك المهروس. القنوات الصفراويه جوه الكبد كانت عطلانه بالكامل، يعني جسمه فقد تماما قدرته على تكسير الدهون اصلا او معالجه المغذيات او تنظيف فضلات الايض والسموم لمجرى الجهاز الهضمي. تعال نخش على القلب الطبيعي مثلا وزنه بيتراوح من 300 ل 350 جرام. قلب منذر وزنه
وصل لرقم صادم بين 630 و 640 جرام، يعني تقريبا ضعف حجم القلب البشري الطبيعي. التضخم القلبي المتمركز ده نتيجة موثقة ومعروفة للإساءة الشديدة للاسترويدات البنائية، ومع استخدام هرمون النمو الخارجي اللي بيكبر الأعضاء الداخلية وارتفاع ضغط الدم المزمن والضخم المرتبط بشيل الأوزان التقيلة جدا، عضلة القلب المتضخمة دي بتحتاج كميات مهولة من الأكسجين عشان تعرف تشتغل. لكن الأنسجة المتضخمة دي غالبا بتكبر أسرع من إمداد الدم التاجي الخاص بيها، وده سبب منذر في خطر مستمر وعالي جدا للإصابة بنقص التروية والموت القلبي المفاجئ. ندخل على الكلى لقوها ان هي متورمه بشكل ضخم وما بتشتغلش خالص اصلا. الكلى بتعتمد بشده على منصات الدهون الحشويه اللي جواها للدعم الهيكلي والحمايه من الصدمات. التقرير نص بصراحه وبشكل محدد انه ما كانش فيه اي دهون على الاطلاق بتحيط بالكلى او حتى بتدعمها. التورم الشديد والفشل اللي حصل بعد كده كان نتيجه مباشره للصدمه الكيميائيه الحاده بسبب تعاطي مضرات البول بجرعات مجنونه، واللي ادى في النهايه للإغلاق القاتل لعملية الفلترة الكلوية، ونتيجة بيولوجية لإدخال كميات هائلة ومستمرة من الهرمونات الذكورية الخارجية لجسمه لسنين طويلة. جهاز الغدد الصماء الطبيعي بتاعه اتقفل تماما وبلا رجعة. محور HPG اللي هو المحور الوطائي النخامي الغددي لما لقى فائض ضخم من الأندروجينات في الدم بطل يبعت إشارات للخصيتين لإنتاج التستوستيرون الطبيعي أو حتى الحيوانات المنوية، وده أدى لضمور شديد وعميق في الخصيتين. التشريح وصف خصيته بشكل قاسي بانهم انكمشوا بشكل لا يصدق. ندخل مثلا على الرئتين كمان دخلوا في حاله صدمه حاده وما كانوش قادرين ان هم يأكسدوا الدم بشكل صحيح في ساعاته الاخيره المرعبه. الكيمياء الاساسيه لدمه اتوصفت بانها مضروبه تماما، مع مستويات بوتاسيوم قاتله وعاليه جدا بتاكد تعاطي مضرات البول الموفره للبوتاسيوم. الحجم الهائل للمركبات الصناعيه مع الغياب التام للمخازن البيولوجيه اللي هي الدهون الحشويه وترطيب الخلايا خلق بيئه داخليه تتعارض اساسا مع حياه الانسان. النهايه وفاة أندرياس مونزير المأساوية في ربيع 1996 لسه واحدة من أظلم الفصول وأكثرها كآبة في تاريخ كمال الأجسام كلها. بقوة وإرادة جبارة قدر إن هو يحقق هدف حياته ويبقى أنشف لاعب في عصره، لكن الثمن المرعب للإنجاز الجمالي ده كان الدمار الشامل والمنهجي لبنيته الخلوية والعضوية. إرثه في مجتمع الفتنس لسه محل إثارة جدل لحد النهاردة. بالنسبة لبعض المتحمسين واللعيبة الصاعدين هو بيمثل قمة الانضباط وبيمتلك أخلاقيات عمل لا مثيل لها وقدرة على تحمل الألم تقترب من الأساطير. فيديوهات تمرينه زي دليل ورك أوت وصوره في البطولات اللي لسه بتدرس بانبهار لحد دلوقتي كراجل قهر القيود البشرية عشان يبقى خريطة تشريح حية. لكن بالنسبة للمجتمع الطبي والباحثين ومؤرخين الرياضة قصة أندرياس مونزير هي قصة تحذيرية مرعبة وما ينفعش إن احنا ننكرها. الصناعة دي دايما بتحاول تخبي قصته تحت السجاد لأن نهايته المرعبة بتسلط ضوء كاشف وما ينفعش إن احنا نتجاهله على استخدام المواد المتطرف جدا وبروتوكولات الجفاف القاسية وتكتيكات المجاعة الطويلة المطلوبة للوصول للشكل الحديث للعب كمال الأجسام. وبعد وفاته على طول العملاق النمساوي اللي مونزير كان بيعتبره قدوته طول حياته اعترف بعمق المأساة. أرنولد شوارزنيجر بعت إكليل ظهور كبير لجنازة مونزير في منطقة ستيريا. الكارت اللي كان مع الورد كان مكتوب عليه رسالة بسيطة وحزينة قفلت الفصل الأخير من سعي مونزير المهووس والمميت ورا الكمال الجسدي. أرنولد كان كاتب تحية أخيرة لصديق. دي كانت الجملة الختامية لراجل طار قريب جدا من الشمس وضحى بصحته وأعضائه وحياته على مذبح التطرف البدني.